ها مهدي، كان شو ادق عليك مغلق ليش؟ اي مو الموبايل خلاص شحن. تعال قعد لنا هنا. عمي لا يابا، شو ولا تشبه بالعته، هو شو بالعته يطرد النعمه. شنو بيه السوالج؟ كل ما يلاقيني لو يسولف وياي لو يسالني، وهسه يقول لي يلا قدام، وانت العالم الصح كل شيء وبرا من عندك. وليش؟ تكملة الحلقة الثامنة المتوقعة. بعدما يطلع الرجل الغامض ويترك الصورة قدام أبو سودة، يبقى أبو سودة متجمد بمكانه. عنجوغة يلاحظ ارتباكه لأول مرة، يقرب عليه ويقول له: خير زعيم، شبيك إلا بوجهك هيج؟ أبو سودة بسرعة يخفي الصورة، ماكو شي، لكن واضح من ملامحه أن أكو شي كبير صاير. بعد ما يطلع عنجوغة يرجع يطلع الصورة مرة ثانية. الصورة قديمة جدا، الأشقر واقف بيها واليتيم موجود، لكن الشخص الثالث اللي وياهم هو اللي خوفه، لأن هذا الشخص المفروض ميت من سنين. أبو سودة يبدي يتعرق ويحس أن الماضي اللي حاول يدفنه رجع يطارده من جديد. على الجهة الثانية مهدي يكون جالس ويا أبو درنفيس، يحكي له عن الرجال اللي حاولوا يخربون قبر اليتيم. أبو درنفيس يقول له: هسه تأكدنا أن أبو سودة ما راح يوقف. مهدي يرد: لا، أكو شيء أكبر. أبو درنفيس يستغرب. مهدي يحكي عن آثار الأقدام اللي شافها قبلها، وعن شعوره أن أكو شخص غير أبو سودة يراقب كل شيء يصير، شخص يعرف تفاصيل ما حد يعرفها. ومن هنا تبدأ الشكوك تكبر أكثر. بالليل طيبة تطلع من البيت بدون ما تخبر أحد. كانت معصبة من ابن عمها ومن تصرفاته، تمشي وحدها بالمنطقة، لكن فجأة تلاحظ سيارة واقفة بعيد. السيارة نفسها كانت تشوفها أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. بالبداية تتجاهل الموضوع، لكن من تمشي السيارة تمشي، ومن توقف السيارة توقف. هنا يبدأ الخوف يدخل بقلبها، تسرع خطواتها، لكن السيارة تبقى وراها. وبآخر لحظة يطلع شخص من السيارة، لكن قبل ما يقترب منها يوصل أبوها بالصدفة للمكان. الشخص يرجع للسيارة ويهرب بسرعة. طيبة تنجو، لكن الحادثة تخلي أبوها يقلق بشكل كبير، خصوصاً إنه ما عرف منو كان هذا الشخص. أما أم مهدي فتبدأ تحس إن ابنها مو مرتاح، رغم إنه نفذ طلبها ونقل قبر اليتيم، لكن ملامحها مو طبيعية، كأن شيء أكبر يشغله. تحاول تحكي وياه، لكن مهدي يبقى ساكت، لأن عقله كله مشغول بشيء واحد: الصورة. منو الشخص اللي كان ويا الأشقر واليتيم؟ وليش اسمه أو شكله مخفي عن الجميع؟ اليوم التالي أبو رحاب يجي للبيت وهو فرحان، يحس إن الأمور بدأت تمشي بطريق أفضل، لكن أول ما يدخل يشوف مهدي متوتر بشكل غريب. يحاول يفتح موضوع الزواج، لكن مهدي وقفه ويقول له: هسه مو وقت هالسوالف. أبو رحاب ينصدم، لأنه كان متوقع الوضع صار أسهل، لكن واضح أن عقل مهدي بمكان ثاني تماماً. وخلال نفس اليوم الرجل الغامض يرجع مرة ثانية، هالمرة ما يروح لأبو سودة، يروح مباشرة للمقبرة ويوقف عند قبر اليتيم. يبقى دقائق ساكت، بعدها يطلع صورة ثانية من جيبه ويحطها فوق القبر، ثم يمشي بدون ما يحكي كلمة واحدة. لكن لسوء حظه مهدي يكون قريب من المكان ويشوفه من بعيد، يحاول يلحقه، لكن الرجل يختفي بين الأزقة. مهدي يرجع للقبر ويشوف الصورة. أول ما يرفعها ينصدم، لأن الصورة مو جديدة، الصورة قديمة جدا، وفيها اليتيم شاب صغير وواقف يم شخص ما يشبهه بشكل غريب، بنفس العينين وبنفس الملامح تقريبا. هنا يتجمد مهدي، لأن أول فكرة تجي بباله: معقولة هذا أخوه؟ لكن اليتيم عمره ما ذكر أي أخ ولا أي أحد من أهله، وهذا اللي يخلي الموضوع أخطر. بالنهاية يرجع مهدي للبيت ويقرر يخبر أبو درنفيس بكل شيء. يقعدون سوا بالليل ويدرسون الصورة، وفجأة يلاحظ أبو درنفيس شيء مهم. خلف الصورة مكتوب اسم، لكن نص الاسم ممسوح، الجزء الظاهر فقط إد. مهدي حاول يتذكر أي شخص يعرفه بهذا الاسم، لكن ما ينجح. وفجأة يسمعون طرق قوي جدا على الباب، الساعة تكون متأخرة. يفتح أبو درنفيس وينصدم، لأن الواقف قدامه رجل كبير بالعمر، ملابسه متعبة ووجهه مليان آثار سنوات طويلة. الرجل ينظر مباشرة لمهدي ويقول له: أنت مهدي؟ مهدي يرد: إي نعم. الرجل ياخذ نفس عميق ويقول له جملة تقلب كل الأحداث: جيت أحكي لك الحقيقة اللي أخفاها عنك اليتيم طول عمره. وتنتهي الحلقة على صدمة مهدي وأبو درنفيس، بينما يبقى الرجل الغامض واقف على الباب حاملاً سراً قد يغير كل شيء عرفه مهدي عن صديق اليتيم.